هي بطولة افريقيا ابتدت ازاي؟ وليه في منتخبات بتلبس الوان مالهاش علاقة بعلم البلد؟ طب رمية التماس بتتلعب بالايد ليه؟ ومين صحيح اللي اخترع الكارت الاحمر؟ تعالوا نجاوب على الاسئلة دي وغيرها كتير. نفس كروي عميق ونبدأ الحلقة. هي كأس الافريقية ابتدت ازاي وامتى؟ في سنة 57 اتأسس الاتحاد الأفريقي بناء على مقترح بالرئيس الاتحاد السوداني وقتها عبد الحليم محمد، وده كان خلال المؤتمر الثالث للفيفا في لشبونة. وقال لك والله أنا معايا 4 دول هم مصر والسودان وأثيوبيا وجنوب أفريقيا، وجايين وعشمانين نعمل اتحاد لينا وبطولة لأصحاب البشرة السمراء والقلوب البيضاء. فتوافق على المقترح وعملوا اتحاد أفريقي ومسكوا المصري عبد العزيز عبد الله سالم، وده كان أول رئيس للاتحاد الأفريقي. وفعلا بعدها عملوا أول بطولة سنة 57 تحت اسم كاس عبد العزيز عبد الله سالم بمشاركة ال4 دول. ولكن بعدها استبعدوا جنوب افريقيا بسبب انها كانت عنصريه سيكا وبتميز بين البيض والسمر في بلدها قبل ايام بقى مانديلا والشقاوه دي. وبالمناسبه لعبنا احنا واثيوبيا في النهائي وكسبناهم 4-0 وخدنا اول نجمه في ال7 نجوم، ولا زالت النجمه الثامنه مستعصيه. ليه في منتخبات بيلبسوا لون مالوش اي علاقه بالوان علم البلد؟ ايطاليا بتلبس ازرق عشان ده لون علم عيله سافوي الملكيه اللي وحدت ايطاليا. المانيا بتلبس ابيض عشان كان لون امبراطوريه المانيا سنه 1900 قطعوا. هولندا بتلبس برتقاني عشان ده لون اللي بيعود لسلاله العيله الملكيه اللي حكمت هولندا في القرن ال16. اليابان بتلبس ازرق لان في اول ماتش ليهم سنه 36 قدام السويد لبسوه كسبوا، وبعدها لما قلبوا على الوان العلم خسروا فرجعوا يتفائلوا بيه. استراليا بتلبس اصفر لون زهره الجولدن واتل وهي رمز البلد. اما الهند بتلبس ازرق لون الدوريه الصغيره اللي في نص العلم عشان بيعتبروها روح البلد. الكويت كرييتيف بتلبس ازرق عشان ده ميكس ال4 الوان بتوع العلم لما يخشوا على بعض. حتى مصر كنا بنلبس اخضر في اوقات زي كاس العالم 90 وبوركينا فاسو 98 على لون علم مصر الملكيه. وباللي احنا بنشوفه انا رايي نرجع للاخضر لعل وعسى. هي ليه رمية التماس بتتلعب بالايد؟ زمان في القرن ال19 كان السائد وقتها ان لما الكوره تطلع بره الملعب اللي يلحق يجيبها الاول يرميها بايديه او رجليه جوه الملعب تاني واللعب يكمل، ورسيت في الاخر على استعمال الايد طول الوقت عشان الرجبي ساعتها كانت بتعمل كده، لحد ما نزل قانون شيفيلد الانجليزيه واللي بيقول ان الفريق اللي يخرجها الفريق التاني هو اللي يلعب الاوت ومن مكان ما الكوره خرجت مش من اي مكان وخلاص. ومن هنا سيبت قانون رمية التماس بالشكل اللي احنا نعرفه دلوقتي. وبالمناسبة ارسن فينجر من سنتين اقترح انها تبقى ركلة تماس مش رمية تماس وتتلعب بالرجل. قول لي انت مع اقتراح ارسن فينجر ولا لا؟ هو الكارت الاحمر ابتدى ازاي؟ بص يا سيدي، سنة 66 وفي ماتش كاس عالم كان في حكم الماني وما بيعرفش يتكلم غير الماني وعايز يطرد لعيب ارجنتيني وما بيفهمش غير اسباني. يهديك يرضيك اطلع بره يا عم، ما بيطلعش. طب عملوا ايه يا كابتن؟ احب اقول لك جابوا له البوليس يا كابتن. والله. ومن ساعتها قال لك لازم لنا حل في الموضوع ده. فيجي الله يبارك له حكم سابق ومدرس في مدرسه ساعتها كان راجل انجليزي اسمه كين استون، يقول لك لازم يكون في علامه بتتشاف وتتفهم مش محتاجه اللغه. فيستوحى فكره الالوان من الوان نور الاشاره في الشارع، ومراته تروح عامله له تصميم الكروت بالمقص اللي مخبيه من عيالها في الدرج، فيطلع مربع اياه ويروح يقدمه للفيفا. وبالفعل يتم تفعيل الكارت الاصفر والاحمر رسميا من كاس العالم 70 ومن بعده بقى في كل اتحادات الكوره على مستوى العالم ويبقى في جيب كل حكم. ليه بقى مطلوب ان حارس المرمى يكون كوير؟ المدربين عشان يتفوقوا اكتر، فالفكر بقى الاستفاده من عدد لعيبه اكتر، لان لما يكون عندك حارس مرمى بيلعب برجليه حلو اولا هيدي فريقك فرصه يتقدم اكتر ككتله ويضغط على الخصم، او يكون قاتل في التحولات بما انه مش بيشلت وخلاص. وياما شفنا كور في ايد او رجل حارس مرمى فريق وبعدها بثواني بتكون في الشبكه الناحيه الثانيه. ثانيا بقى وده ليفل الوحش، لما يبقى الحارس كوير لدرجه انه يستنى يسحب هجوم الخصم عليه وبقلب ميت يسلم لزمايله الكوره من غير ما تتقطع، فتبدا مرحله بناء الهجمه بتفوق عددي حكايه.